موقف يخلي شعر راسك يوقف. صار ويا زبون بسيارته كمله للنهاية حتى ما يصير وياك. اجانا ولد بسيارته كيسي دونة 7 راكب محرك 6 سلندر. اجانا وجهه اصفر والسيارة تفور. قال يابا لحقوني. قلنا له شكو خير؟ قال اجاني ازدحام قدامي ب200 متر 300 والسيارة وحدها داست بنزين لل100 وبعدين وحدها داست بريك ووقفت بنص الشارع. كان صار قدر وما تنغمى عليها. بعدين السيارة رجعت تمشي وتخربط وكل شوية تفور وابردها. قعدنا زلمة شربنا ماي وتحمدنا له السلامة. افحصت العقول بالجهاز طلعت الدنيا كلها تقرأ مشاكل. المروحة، العقول، ABS، الدنيا كلها. قلنا له شو مسوي بالسيارة؟ غاسلها؟ فاتح شي؟ قال ما مسوي شي والله، بس وديتها لأبو تبريد وفتح دشبول. قلنا له هاي هي فيش العقول ما قاعدة زين، ارجع عليه خلي يعيد شغله صح ولا تروح لأي محل ثاني، خليه هو يصلح غلطه. وراح بوجهه إله ورزال عدله خلاه يركب الفيش عدل ورجعت السيارة صافية. فالنصيحة لا تروح لأي أبو تبريد، أو أقول لك بوجهك على محطة عالمية مدخل معرض البيع مقابل بنزيخانة وادعي لي.